بصدد معلومة مهمة لأصحابنا وأحبابنا أصحاب التكاتك. هنتابع الفيديو ونشوف بإذن الله إيه المطلوب. ده وش الهواية اللي بيركب في الهواية بتاعت الموديلات اللي فوق 2012 و13. طبعا الموديلات دي بينزل فيها الهواية دي زي ما انتم شايفين كده، هي مفيهاش الفلتر بتاع الهواء، وده التصميم بتاع الهواية الجديد. هنا بقى نيجي للمهمة اللي احنا والمفاجأة اللي احنا عايزين نتكلم عنها. ده عبارة عن رق، يعتبر عن أو رداخ، يعتبر بنسميه احنا رداخ. دي عبارة عن رق من الجلد فوق الحديدة دي، فوق المربع ده، القطع الثلاثة دي من الأربعة دول. اللي فوق الأربعة دول مهمته إن هو أثناء سرعة المحرك يبدأ يقفل دي. طب والما المحرك بطيء بيفتح وبيسمح بمجال دخول للهواء. اما بتيجي المكنه تبطأ بيرد القصور الذاتي بتاع الهواء، لان طبعا اثناء السحب المكنه بتبقى مندفع فيها الهواء بسرعه عاليه جدا داخل الهوايه، فعند ما يبدا هو يهد بيرجع بالميزان. كل مهمته ان القصور الذاتي للهواء في الوضع ده بيرد ضغط، فبيعمل زي تشويط الفرقعه. هو بيمنع الفرقعه في المحركات اللي بتركب عليها الهوايه دي، لان الرداخ ده بيسمح برجوع الهواء ولا يسمحش بايه؟ بدخول. هي في السحب بتسحب من المجموعه دي هنا. طب في حاله الرجوع بقى وانا برجع بسرعه المحرك، اما اجي ارجع بسرعه المحرك الرداخ ده هو مهمته انه يخرج لي الفايز من التاج، يوم يفتح يخرج الهواء الناحيه دي، بحيث ان المخزون اللي موجود هنا الاحتياطي بتاعه يبدا يفيص، لان او يخرج علشان ما يسببش الطشمه او الفرقعه اللي بنسمعها فيه. والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وبمناسبه غزه بقى انا مش قادر اطلع فيديوهات من دول. ان شاء الله الفيديو القادم نبقى نطلع قطنة المسمار ده واصوره لكم. قطنة المسمار اللي هو بيمسك سلبنتينة الزيت بتاعت التوك توك، بس دي لازم نسقط لها الموتور بالكامل لان مكانها مزنوق جدا جدا جدا. واتمنى التوفيق لكل احبابنا واصحابنا اصحاب التكاتك والناس المتابعين على القناه، احبابنا جميعا. واتمنى لاخواننا في فلسطين الحل السلمي والعادل قضيتهم الذي لا يكون في غير الصالح وفي صالح الجميع وفي صالح المنطقة كلها. وأتمنى لهم كل الخير ونواسيهم في شهدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله.